صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة. شير، لايك، دي السعادة بس، وكل حاجة تنشر السعادة. في مثل كنت بسمعه زمان كتير، ما كنتش بفهم معناه قوي لحد ما شفت مواقف واتحطيت في مواقف فهمت المثل. يقول لك إيه؟ اللي على الشط عويم، اللي هو برضو في منه اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. ليه بقى؟ السوشيال ميديا في حياتنا خلت كل الناس فلاسفة وغاويين تنظير وكلام نظري جميل جدا جميل جدا، بس لما تتحط في الموقف رأيك هيختلف بنسبة كبيرة. زي اللعيب اللي قاعد على الدكة وعمال بقى، وده لو شاطها وده لو عملها زي اعلان كوكاكولا، اول لما تنزله الملعب يطلع ما بيعرفش يعمل اي حاجة، وكان قاعد بره بينظر. الكلام سهل، الفعل صعب. ده ينطبق على ايه؟ ينطبق على ناس كتير عايشة بره مصر، سواء مهاجرة او بتشتغل، ربنا يوفقهم يا رب وكل حاجة. بس تلاقيه بيتريق على ناس بتشتكي من حاجات في مصر، ويتحول الموضوع اصل الشعب المصري ده شعب جاهل. ولما ينزل بقى اجازة تلاقي اصل الشعب المصري وعدم احترامه ورمي الزبالة ومش عارف ايه. طب ما هو نفس الشعب ده لما بيطلع زي حضرتك بره بيلتزم. فما تعممش وما تطلعش الشعب جاهل، وما تطلعش الشويتين اللي انت قعدتهم بره يخلوك بقى عامل فيها عم مجلان ورحالة، وبتنتقد اهلك اللي انت كنت واحد منهم، وغالبا كنت بتعمل زيهم لحد ما ربنا كرمك بعقد ولا بجنسية ولا بهجرة. فاللي على الشط عوام. فبلاش تنظير لو سمحت. برضو نفس الحكاية تنطبق على الناس اللي هو تلاقيه بينتقد حد مثلا متضايق من تطوير شارع، او ان بيتم عمليات تطوير حواليه. طبيعي ان انت، ما فيش حد ضد التطوير وما فيش حد ضد المنفعة العامة، بس انت بتتضايق لما جزء مثلا من بيتك يتشال، لما تعيش في دوشة وكهرباء ومية قاطعة وغاز قاطع ومش عارف تركن عربيتك ومش عارف تتحرك. طبيعي انك تتضايق. ده مش معناه انك بتكره البلد وبتكره التطوير وضد الكلام ده. لكن حضرتك ما تجيش تستفزني على الفيسبوك وتقول لي اصل الناس انانيه، اصل الناس مش عاجبها، لمجرد ان انت هتعدي بالشارع ده فتتبسط. فما تراعيش الناس اللي ساكنه فيه. النبي قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. حضرتك انت بتتفرج على الصوره من بره وواقف على الشط وعمال عامل فيها ابو هيف، بس يعني وريني بقى حضرتك لو اتحطيت في نفس الموقف هتبقى اخلاقك وروحك جميله واخلاقك عقلانيه كده ولا لا؟ فبلاش نتعامل بالمنطق ده، وبلاش نسفه من احساس الناس التانية او موقف الناس التانية، لانك واقف على الشط وايدك في المية. ويا رب الجميع يبقى في سعادة وصباح السعادة.